هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم ماكو مقدمة الفيديو لانه السوالف راح تكون اثناء الفيديو وبس. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة واحبكم هواي هواي. وحبايبي اول شي راح ابلش بيه هو كريم الاساس من تو فيس اسمه بورن ذس واي، وخافي الهالات من ميبلين انستنت ايج ريوايند. واكيد قبل ما اخلي كريم الاساس بكل فيديو اكون انا مرطبه بشرتي كل زين بالمرطب، حتى بعدين كريم الاساس ما يقشر عندك ويبين منظره ما حلو. وبالاسفنجه الرطبه راح ادمجه عادي. هاي الاسفنجه اول مره اجربها من سيجما، تصير مضلعه من جانب ودائريه من جانب، حتى القسم المضلع تقدرين انتي توصلين بيه الاماكن الصغيره اللي عاده بهذا القسم ما تقدرين توصلي لها. صار كلش هوايه ممسولفه واسوي مكياج فحاسه شويه بغرابه. وهاي الاسفنجة اللي لاحظت بيها انه تشرب كل كريم الاساس، فما ادري هاي مو خوش شغله. وجهي اليوم كلش خشن. قبل يومين تقريبا رحت سويت فيشل عند وحده، قلت انه يعني محترفه وتسوي لي وجهي حلو، وحسيت انه وجهي كان تعبان بهذيك الفتره. المهم رحت لها. طبعا اول شي 3 ساعات انا املي استماير على شنو ما ادري، عبالك حسوي عمليه، وراها 3 ساعات تشرح لي انه هذا الفيشل ايش راح يسوي لبشرتي وراح تصير تخبل وما اعرف شنو. المهم ورا محاضره 6 ساعات فتنا الغرفه، نمت اني، خلت هي مثل القطنتين مبلله على عيوني وبس. وراها غسلت لي وجهي بالغسول او بالصابون ونشفت لي اياه، وبعدين قمت اسمع صوت مثل الحك يجي يعني صوت حك عبالك. فسألتها قلت لها ايش تسوين؟ شنو هاي الصوت؟ كانت تقولي دا ازيل الجلد الميت. قلت لها اوكي هاي شي حلو يعني. بعدين حسيت بيها انه دا تنفخ على وجهي. بذيك اللحظة انا ادركت انه هي دا تزين لي وجهي. فانا رأسا قمت شلت القطنات من عيوني، قلت لها هاي تسوين؟ تزين لي وجهي؟ كانت تقولي لا بس دا ازين لك الزغب. انا قلت لي زيني لي الزغب. المهم هاي الحكي بعد ايش؟ بعد ما زينت لي 3/4 وجهي، واني حتى بعرسي ما قبلت يشيلون شعر وجهي، لان انا يعني شعر خفيف وراضيه بيه، ما اريد يخشن ويزيد او كذا. صحيح يقولون انه ما يزيد وماكو هيك حكي وما اعرف شنو، بس ما ادري يعني قلبي ما مطمئن لهاي الشغله مال زيان. قعدت ثاني يوم الصبح وجهي محبحب وخشن، فهاي تجربتي ويا الزيان ويا هاي البنيه. المهم لا اقولكم ولا تقولوا لي، رجعت للبيت حاسه نفسي رجال راح للحلاق حلق ورجع. هسه دا اوزع نفس خافي الهالات على الجفن حتى اوحد لون الجفن وحتى يثبت ويا الظلال بعدين. انا ادري انه وقتكم ثمين والناس ما عندها وقت تتفرج فيديوهات طويله وسوالف، فاكتبوا لي جوا اذا تحبون فيديوهات السوالف، لو تحبون لما اسجل بعدين فوق الفيديو ويصير قصير. سووا استفتاء. بودرة التثبيت اللي صار لي فتره استخدمها من كاري اير سبان، كلش حلوة وكلش رخيصة. راح استخدمها حتى اثبت الكريم اللي خليته على وجهي وتحت عيني حتى ما يخطط. الاسبوع الجاي عندي طلعة خارج امريكا على مود اتفق ويا المصنع على تفاصيل التصنيع وكذا للمنتجات اللي انا دا احضرها، فراح احاول اصور لكم واحضر لكم اكبر قدر ممكن من الفيديوهات حتى ما اغيب عنكم ونبقى نتواصل يعني. وهاي البودرة ريحتها تجنن، تذكرني بالعطور القديمة مال ماما. ليش استخدم الاسفنجة حتى اثبت الكريم؟ لان الاسفنجة مو رطبة، فتخلي الباودر يكون شكله طبيعي اكثر على البشرة ويندمج ويا كريم الاساس، ما يصير شكله عبالك طحين. وانا ما يدقني غير الوجه لما يصير مطاحن. ولا تنسون تثبتون الكريم على الجفن حتى لا يخطط وياك الظلال بعدين. استراحة. المكياج اليوم راح تحتاجين 3 الوان بس. راح تحتاجين لون نحاسي، لون ذهبي، ولون بني متوسط. اللي عندها علبة نيكد، طبعا هواي من عندنا عندهم هاي العلبة، ممكن تستبدليها بهاي الالوان، هذا الذهبي وهذا البرونزي وهذا البني المتوسط. راح اخذ اللون النحاسي وراح اخليه على الزاوية الداخلية والزاوية الخارجية. وراح اوصله لحد الكسرة مال الجفن هالشكل. راح اخذ اللون الذهبي وراح اخليه على المكان الفارغ، راح اخذ نفس الشي وراح اوزعه على المنتصف. بالمناسبة بنات هاي الالوان اللي دا تشوفوها هي جزء من المجموعة اللي دا اشتغل بيها اني الماركة المكياج مالتي.
حتى خاف تقولون ما تحكي لنا كل شي، ما حكيت لكم بعد. واكيد ادمجي اطراف اللونين مع بعض حتى ما يبين اكو خط حاد. هالشكل. هسه راح اخذ هذا اللون البني المتوسط بفرشاة دمج دائرية، راح اخليه على حواف هذا اللون حتى يصير عندي عمق بالجفن. تشوفون شلون بدا يندمج؟ شوفوا من ادمج اخلي اول شي اللون اسحبه بهذا الشكل على شكل نصف دائرة، وبعدين ورا ما اخلي اللون اجيب حركات دائرية ادمجه بدون ما اصعد زايد حتى ما تحسين ان اللون صاعد لحاجبك وتلاص. اذا حسيتي الجفن محتاج بعد عمق فاكيد زيدي اللون اكثر واكثر، واسحبي شوي لي برا لان انا اليوم رايدة المكياج يكون مسحوب. I'm leaving in like a half hour. Okay. And I'll spend some time with Jen and then can we meet up and after that? Okay. هسه ورا ما خليتي كل شي بفرشاة نظيفة، فرشاة دمج دائرية، ادمجي الاطراف حتى ما تظل عندك خطوط حادة بهالشكل. هسه الحركة اليوم كلها بخط الرمش السفلي. راح اخذ هذا الكحل الكريمي من ميبلين اسمه بلاكست بلاك، تعرفون انا دائما استخدمه وما اقدر استغني عنه لانه اسود فاحم ورخيص. راح اخذ كمية منه فرشاة سيجما اي او 6. شوفوا اول شي راح اسويه راح ارسم كحل اسود ببطن عيني، بس راح اترك النهاية فارغة. ليش استخدمت هذا الجل مو كحل قلم عادي؟ لانه هذا ما يسيح. هسه مدمع العين انتي وعينك مفتوحة جري خط لي برا هالشكل، وبعدين رجعي بيه لي جوا، وهذا بعدين راح يندمج طبعا. ودا ارسم نفس الكحلة الكريمي مال ميبلين على خط الرموش بس، ومن اوصل للاخير راح اسحب الخط لي برا بهذا الشكل، يعني كأنه دا ارسم اي لاينر بس من جوا. راح اكمل الرسمة من فوق. هسه اخذي اصغر فرشاة عندك، انا اخذت هاي تصير دائرية، اذا هاي ما متوفرة فممكن فرشة حواجب، وراح ارجع اخذ بيها هذا اللون البني المتوسط. راح شو اسوي؟ راح ادمج الكحل اللي خليته. طبعا اللون البني بمجرد ما تخليه هو الاسود تلقائيا راح يندمج، واهم شي انه تدمجين الكحل اللي بمدمع العين. هسه بنات اهم خطوة وهواية انسأل انه شلون واحد يتجنب الكحل انه يسيح بمدمع العين او بالزاوية الخارجية. الحل هو بكل بساطة تاخذين ظلال يكون لونه اسود، اي ظلال اسود عندك راح يفي بالغرض، وتاخذيه فرشاة مع الحواجب وتمشين على الاماكن اللي خليتي عليها الكحل. هذا الشي راح يخلي الكحل يثبت وياك وابدا ما يسيح. وارجعي بعدين ادمجي الظلال الاسود. طريقة الدمج مثل ما تشوفين كلش بسيطة، بس دا اروح واجي على اطراف اللون بالفرشاة، يعني الفرشة هي اللي تشتغل بمكاني. راح ارجع بالكحل الكريمي من ميبلين، راح ارسم خط بس على جذور الرموش. هذا الشي مو حتى ارسم اي لاينر، بس حتى الرمش الصناعي بعدين الحد مالته ما يبين، يندمج ويا الرموش الطبيعية، فقط على جذور الرموش. طبعا بهذا المكياج ممكن ما تخلي الرموش، يعني الرموش الطبيعية بس تخلي المسكارا وعادي، بس انا اليوم راح اخلي الرموش حتى يعني نكمل المكياج كامل. بنات راح اروح اخلي الرموش وارجع. انا مسوي فيديو كامل عن طريقة تركيب الرموش، راح اترك الرابط عليه بصندوق المعلومات. كلش بسيطة، تلزمين الرمش بهذا الشكل، بعدين هو تخليه يقعد اها، وبعدين تثبتين الاطراف.
الرموش اللي ركبتهن هن من كوكو لاشز، اسمهن جارس، يعني بذني الرموش اطير وين ما اريد. هسه راح اخذ هاي البودرة السمراء من فيزيشنز فورمولا، راح اخلي اللون الغامق تحت العظمة مال الخد مباشرة، امشي بالفرشة وبعدين برهوة ايدي اهد الفرشة هالشكل، وبعدين شوية ادمج الاطراف. نفس البودرة السمراء راح اخليها على الفك، ونفس الشي اكرر الخطوات على الخد الثاني، واخلي كمية قليلة منها داير مداير الجبهة او القصة. احمر الخدود هذا من ميك اب جيك اسمه بلايند ديت. احمر الخدود اخليه فوق اللون الاسمر مباشرة بهذا الشكل. واضاءتي من ذا بالم اسمها ماري لومينايزر. كمية قليلة منه على شفايفي، كمية جدا قليلة على الأنف. أحمر الشفاه أنا اليوم راح أخلي لون أحمر، بإمكانك تخلين ألوان أفتح مثلا مشمشي فاتح، وردي فاتح، بيجي فاتح، أي لون أنت تحبيه تقدرين تخليه ويا هذا المكياج، لأن الألوان ترابية فكل الألوان ترهم وياها. راح أحدد شفايفي أول شي بقلم بني. يجوز تستغربون ليش قلم بني، أحس قلم التحديد البني ويا الحمرة الحمراء يطلع جدا جميل، وهذا رأيي. تقدرين تستخدمين تحديد أحمر إذا ما يعجبك. طبعا شفايفي ما مستوية، فدائما تشلع قلبي من نرسمها. اللي مثلي خد تكتب بصندوق التعليقات. وأحمر الشفاه من نارس باللون الأحمر. وبس خلص مكياج اليوم. هذا هو المكياج اللي راح أطلع بيه اليوم. كم مرة قلت اليوم؟ مرتين بس. المهم تسريح الشعر اليوم رادتها تكون رقيقة بسيطة، فراح أفرق الشعر على الجانب أو صفح مثل ما تشوفون، وبعدين راح أمشطه. شوفوا المشط مالتي تكون السنون مالته متباعدة حتى أتجنب إنه شعري يتقصف. هاي الخصلة أو كل خصلة راح أقسمها إلى 2 حتى بعدين يسهل عليك الشغل. وراح أبدي أخذ خصل صغيرة من الشعر، وهالمرة طريقة اللف أو التجعيدة راح تكون مختلفة. شوفوا شلون الكاوية ماسكتها بطريقة أو بشكل مائل. راح أبدي من منتصف الخصلة ألف الشعر بشكل مائل 3 مرات، وراح أترك طرف الشعر مستقيم. هذا الشي راح يخلي التجاعيد بعدين تصير راخية وخفيفة وناعمة، ما تكون قاسية. وراح أكيد أكرر التجربة. أخذت خصلة، بديت من منتصف الخصلة مو من فوق، يعني مو من الفروة، من المنتصف، أجعدها بشكل مائل وأترك الطرف مستقيم. ونفس الشي بس بالطرف الثاني اللي هو الجهة اللي بيها شعر أكثر، راح أجعد الشعر بعيد عن الوجه، يعني باتجاه الخلف. وبس نفس الأسلوب من منتصف الخصلة أجعدها 3 مرات، يعني ألفها 3 لفات وبعدين أتركها. وأهم شيء إنه الغرة أو القدلة تلفيها بعيد عن وجهك بهاي التسريحة حتى يكون منظرها أنعم وأرقى. بعد ما كملتي راح أمشط أو تمشطين شعرك حتى ما تظل التجاعيد قاسية أو منفصلة عن بعض. نريد الشعر يكون شكله طبيعي قدر الإمكان. ممكن تشيلين خصلة مثل ما دا أسوي هسه هاني، أو ممكن تتركيه مفتوح بهذا الشكل. وبس هذا هو شكل الشعر النهائي، يكون بهذا الشكل مستقيم من تحت ومن فوق ومجعد من الوسط. وهذا هو شكل المكياج النهائي ويا الشعر ويا الفستان. هسه راح اشوفكم الفستان فد شوية اللي راح البسه. ان شاء الله يا رب استمتعتوا وان شاء الله استفاديتوا. انا كلش ونست اليوم بالسوالف وياكم، وبس اشوفكم بألف مليون خير ان شاء الله المرة الجاية. احبكم هواي هواي ومع السلامة. هذا الورد بس ما عندي.